تفتح انستا باي عشان تبعت فلوس او تستقبل تحويله، تلاقي رصيدك صفر وتشوف عمليات تحويل انت ما عملتهاش، تحاول تدخل تاني الحساب مش هيفتح، وتقعد تسال نفسك كده هو حصل ايه؟ مين دخل حسابي؟ وازاي ده حصل مع ان انا ما اعطيتش كلمه السر لحد؟ يعني الحقيقه المؤلمه ان ده حاليا بيحصل كل يوم ومش حاله فرديه ولا قصه نادره ولا اي حاجه، ده بقت ظاهره. والفتره اللي فاتت عدد كبير جدا من الناس اشتكوا حسابات انستا باي بتتسرق، فلوس بتتحول في ثواني، وكمان الحساب ممكن يتقفل. في ناس خسرت مبالغ صغيره، وفي ناس خسرت تحويشة سنين كاملة. والأصعب إن الموضوع بيحصل بسرعة كبيرة جدا قبل ما الضحية نفسها بتفهم هو ده حصل إزاي أو اتنصب عليه إزاي. المشكلة مش في التكنولوجيا، المشكلة في أسلوب النصب نفسه اللي بيعتمد على الذكاء النفسي مش الذكاء التقني. أول سبب الهندسة الاجتماعية، يعني حد يكلمك ويقنعك اللي هو موظف بنك، يقول لك طبعا إن في مشكلة في حسابك، ولو ما اتصرفتش فورا الحساب هيتقفل. أيوه هيتقفل. تتوتر، تستعجل، تديله الكود، تديله الرقم، تديله فلوسك، وخلاص كده الحساب راح. تاني سبب اللينكات المزيفه. على فكره احنا اتكلمنا عن موضوع اللينكات المزيفه ده، وبسيب لكم رابط الفيديو تحت ان شاء الله. على فكره الفيديو مهم جدا. تيجي لك رساله شكلها رسمي جدا، شعار بنك والوان مشابهه، بس اول ما تدخل بياناتك روح للنصاب مباشره. ثالث سبب معانا انك تستخدم رقم سر ضعيف 1 2 3 4 5 6 او تسيب موبايلك مفتوح من غير باسورد قوي. وفي سبب مهم جدا، اول ما الناس تسمع كلمه البنك الناس بتصدق فورا ان ده كلام 100. اول قاعده ذهبيه، الكود اللي يوصل لك على موبايلك ده مفتاح بيتك، مفتاح خزنتك، ما تدوش لحد ابدا. حتى لو قال لك ان انا خدمه عملاء، حتى لو قال لك الحساب هيتقفل، حتى لو هددك، ما تدلوش الكود. يا اخي افهم، لانه لو خد الكود خد الحساب، قادر يعني بالبلدي. ولو خد الكود بس تم خزوقتك بالنجاح. وما تضغطش اي لينك يجيلك في رساله. لو في مشكله وشكيت فعلا ان هي مشكله حقيقيه، يعني خش للتطبيق الرسمي وشوف الدنيا فيها ايه. تالت حاجه، لو التليفون بتاعك متاح فيه بصمه شاشه ابقى فعلها، وحط رقم سر قوي مش 1 2 3 4. رابع حاجه، ما تستخدمش واي فاي عام، وبالذات وانت داخل على تطبيقات ماليه. انا نفسي مش بعملها لما اخش على بيبال، بقفل الحاجات كلها، بشغل بس البيانات بس وبساعتها ببقى برضه خايف، لان ده ممكن يعرض بياناتك كلها للخطر. طيب خامس حاجه، راجع دايما التحويلات اللي انت بتعملها دايما، وخش على تطبيق البنك دايما وتاكد كل شويه. واول لما تشك في حاجه اتصل بالبنك فورا الان. بص من الاخر، التكنولوجيا مش عدوة، بس الجهل بيها خطر. النصاب مش اذكى منه، هو بس بيعتمد على استعجالك. خليك هادي واقرا كويس، ما تتوترش من اي رساله يعني، وتاكد قبل ما تضغط على اي حاجه، لازم تقراها كويس وتفهم منها ايه هي دي اصلا قبل ما تدوس عليها. افتكر فلوسك تعبك ومجهودك ومستقبل، ما تخليش رساله كدابه واحده تضيعها. بس كده يا صديقي، لو الفيديو فادك انشره وابعته لاهلك واصحابك عشان نحمي بعض كلنا. بس كده وصلنا لغايه اخر الفيديو. ما تنساش بقى تدوس اللايك العنيف الحلو منك، وتدوس على الاشتراك تحت عشان احنا برضه عايزين نوصل ل 100 مشترك يا جماعه. زر الاشتراك اللي تحت مجاني على فكره، دوس عليه واكتب كومنت لو المشكله دي حصلت معاك فعلا. وسلام، كان معاكم هوبس كامل سونا. سلام يا رجاله.